سؤال بيقول قبل الآية دي: أو سابونا أنا اسمي كذا، أرجو ما تذكرش اسمي. يا جماعة صدقوني أنا بذكر من غير ما تطلبوا مني، أنا ما بذكرش. وفقدت عذريتي. هل لما يتقدم لي عريس أصارحه وأقول له ولا أخبي عليه؟ ولو قلت له أقول له إمتى قبل الخطوبة ولا إمتى أرجوك محتاجة مشورتك يا أستاذ سابونا؟ بص، ركز معايا قوي في السؤال. دي بنت مسيحية فقدت عذريتها، المفروض بقى بتقول للكاهن انا موقفي ايه؟ اقول لخطيبي عشان هيترتب على الخطبة زواج، ولا ما اقولش؟ بص بقى هيشير عليها بايه. بص يا بنتي، طبعا دي غلطة كبيرة جدا جدا جدا، انك انت تتهاوني مع نفسك الى درجة انك تفقد عذريتك. غلطة كبيرة بشعة بصراحة يعني. لكن تأكدي ان ربنا هيقف جنبك طالما انت تبت من قلبك. لو تبت عن الخطية دي من قلبك وتركت الخطية دي تماما. لغاية دلوقتي مفيش اي نوع من انواع الدهشة ولا التعجب. الانسان تاب من قلبه مهما كانت خطاياه وعزم انه مش هيرجع للكلام ده تاني، ربنا سبحانه وتعالى هيسامحه ويقف جنبيه وكل حاجة. اسمع بقى العجب العجاب بقى. لكن تأكدي ان ربنا هيقف جنبك طالما انت تبت من قلبك. لو تبت عن الخطية دي من قلبك وتركت الخطية دي تماما، واعترفت بيها على باعترافك، يا ريت اتمنى طبعا كده، يبقى يا ريت يعني يبقى تبداي حياة كويسة مقدسة مع المسيح والمجد. وبعدين المسيح والمجد بيقول في الكتاب المقدس: المحبة تستر كثرة من الخطايا. فمحبة المسيح لينا بيستر علينا، تفضحي انت نفسك. اذا كان ربنا سترها معاكي تفضحي انت نفسك. المحبة تستر كثرة من الخطايا. والله محبة، الله بيستر معانا واحنا نفضح نفسنا. يجي لي خطيبك تقولي له ازاي يا بنتي؟ هو في انسان هيقبل كده؟ في شاب في الدنيا هيقبل انك انت تقول انا فقدت عذريتي وهيسالك ليه وكم مره ومش كم مره ويخش في تحقيق بعد ما يعرف عنك كل حاجه هيسيبك ويمشي؟ طبعا محدش هيقبل هذا الوضع. لا يا بنتي، اذا كان ربنا سترها معاكي تفضحي نفسك ليه؟ روحي لابونا وابونا هيقول لك تعملي ايه يا بنتي، هيهتم بيك وهيقول تعملي ايه. يعني انا مش هقدر اقول اكتر. اولا اعترفي، يعني بالله عليك هتروح لراجل ايا كانت مكانته الدينية وايا كان سنه وايا كان عمره، هتقول له انا فقدت عذريتي. يعني تخيل المنظر اللي هي فيه، يعني اللي هي فيه. طب واضمن منين بقى الراجل اللي قدامها ده مهما كانت مكانته ما يستغلهاش؟ ده شيء طبيعي، ما هو رجل وفقدت عذريتها بقى بالمرة، ماشي. وفي حوادث كتيرة بتحصل بسبب الكلام دوت. طب فيها ايه لو تتوب لربنا بس وربنا خلاص يسامحها؟ فدي حاجة عجيبة غريبة جدا انه لا روح اعترفي بفعل زي ده قدام حد مهما كانت مكانته ومهما كان سنه ومهما كان مكان. يعني الشيء التاني، هو جوزها ده مش كده يبقى تم خداعه؟ مش كده يبقى خدع؟ مش ترتبت الحياة دلوقتي يعني بنيت على خداع؟ طب نفرض فرض ان مع الايام بعد ما بقى في اولاد وفي عيال وتعرف السر ده لاي سبب من الاسباب، اللي افقدها عذريتها قبل جوزها، زلة لسان، موقف من المواقف، حاجة طبية كشفت ده وبقى في اولاد، تخيل حجم الكارثة اللي ممكن تبقى نتيجة لكده. يعني انا مش عارف باي حق يتم خداع شاب آمن لفتاة. طيب ما هي السبب، يعني ما هي السبب. طيب ليه بقى ما يكونش تروح تقول له وانتوا بتقولوا النصرانية محبة وتسامح فيسامحها؟ ايه المشكلة يعني؟ ولا سيما ان في نصوص عندكم، حتى كان زكريا بولس ده مرة قالها، حتى لو زنت ما تكرههاش ولا تروحها، حبها. كان في حاجة زي كده. ويبقى بقى عن معرفة منه مش عن جهل، ويبقى مش مخدوع، وهو في الاول يبقى عارف ايه اللي حصل ويسامحها.
مش دين محبة ودين تسامح؟ مش المفروض هم متربيين على كده اساسا؟ لكن هي يعني تخدعه، وخلي بالك الخداع مش سهل، ده ممكن يترتب على الخداع يعني كارثة اكبر، يعني مشكلة. انا قلت لك الحاجات دي ممكن تتعرف في اي حاجة طبية، في اي يعني في اي موقف اجتماعي. يعني اكيد اللي افقدها عذريتها ده مش انسان شريف ولا انسان عفيف، لانه فعل الفعل دوت يعني. طب ما ده ممكن مثلا بعد ما تتجوز ويقول لها شافها بقى اتجوزت، يهددها، يهددها بقى، وكل شويه بقى يقول لها ولا اقول لجوزك. طب ما الحقيقه كده بقت يعني اشد، وبقت مشكله، وساعتها يكون انجبت طفل او اتنين، وساعتها يكون وقع الخبر على جوزها صاعقه، لان بقى يكون عاشرها فتره طويله، فالعلاقة هتكون مفروض بقى فيها نوع من الثقة. فتخيل لما يسمع حاجة زي كده، ده ممكن كمان يشك في عياله. يعني ممكن ساعتها الراجل بالعقل بقى الرجولي يقول لك وانا ايش ضمني. بص، هو دايما الصراحة كويسة مهما يكون، وكل انسان اخطأ يتحمل نتيجة خطأه. لكن الحتة فعلا اللي مشكلة بالنسبة لنا حتة انها تروح لأب اعتراف وتقول له على اللي حصل. تخيل فتاة تروح قدام راجل، بقول لك ما تقوليش بقى لا رجل دين ولا مش رجل دين، هو رجل ولا مش رجل؟ رجل، وانت عارف الكوارث اللي بتحصل، ماشي؟ ويعني صديقي النصراني لو زعلان اقول له دور على الكوارث، خليك انسان حيادي وكلمة الحق، يعني قول كلمة الحق. تخيل بقى تروح قدامه كده وتقول له انا فقدت عذريتي، طبعا بقى وازاي وليه وعملت ايه وهو مين، ما هو برضه هيمسك بقى عليه وعليها بقى. اصلا خروج السر من الصدر ده كارثة. طيب ما كان ينصحها ويقول لها توبي لله بينك وبين نفسك، حتى الباقي ده ممكن الواحد يقول ربنا يسترها معاه، مع ان يعني في انسان هيتم خداعه. هو ليه لازم الفضيحة؟ يعني ربنا سترها وما حدش عرف، فتروح تفضح نفسيها قدام الكائن ده. بتقول لك ما تقولش اسمي في اول الفيديو، يعني تروح بقى تفضح نفسيها، ونقعد بقى احنا تحت رحمة الكاهن، يا اما يكون انسان كويس وينصحها بجد، واما يستغل الكلام ده كله. ما دي يعني الفكر ده بداية الكوارث وبداية القلق. يعني ده بصراحة رأيي، مش عارف صديق النصراني هيقول ايه، لو شايف حاجة تاني يقول لي. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.